النادي الأهلي وأعضائه، فكانت النتيجة جلية واضحة نحياها اليوم وغدا كما الأمس. أدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد محمد القصير وزير الزراعة، السيد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، السيد اللواء وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية، السادة قيادات وأعضاء الحركة الرياضية، الحضور الكريم من عائلة النادي الأهلي ومن كل المحبين للنادي الأهلي. الحقيقة يوم تاريخي بكل المقاييس، يوم هيكون في ذاكرتنا جميعا، يوم من الأيام الحلوة لعائلة وعائلة النادي الأهلي، يوم هيفضل في ذاكرة كل محب لهذا الكيان. أكيد لما الأجيال اللي جاية إن شاء الله تتذكر النشأة الوطنية للنادي الأهلي في 1907، واللي بدأت على مساحة حضراتكم أول نشأة لينا، واللي كان من 1907 كان 4 فدادين. طبعا هتتذكروا برضو إن شاء الله يعني النادي الأهلي افتتح الفرع الرابع ليه في 1/6/2023، وكان على مساحة 50 فدان كلها مملوكة للنادي الأهلي. النهاردة من حق كل أهلاوي وعضو النادي أو أحد جماهيره العظيمة أو محب لهذا الكيان الكبير أن يفخر ويسعد بالأهلي وحبه وانتمائه لعائلة النادي الأهلي. قبل ما أهنئ كل الأهلوية بالفرع الرابع، الفرع الرابع بعد الجزيرة، مفيش عندنا فروع، احنا عندنا مقر الجزيرة، مقر مدينة نصر، مقر الشيخ زايد، مقر القاهرة الجديدة أو مقر التجمع. من هنا بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وبالنيابة عن نفسي أحب أن أشكر من ساعدنا في هذا الإنجاز. الحقيقة هو إنجاز كبير جدا ومشرف جدا، وهذا المشروع الضخم، المشروع ده يتكلف أكتر من 1.5 مليار. طبعا 1.5 مليار تمن أرض ومنشآت. هنا الأمر اللي لازم أقف عنده، عايز أشكر كل مؤسسات الدولة وكل القيادات اللي سندتنا، وفي المقدمة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز أشكر وزارة الإسكان، لأن الحقيقة بداية كانت من عند وزارة الإسكان اللي خصصت الأرض، وبعدين طلبنا تبديل الأرض بشكل يعني بمكان أنسب شوية للي كان في دماغنا. يعني الحقيقة ما تأخروش، وزارة الإسكان ما تأخرتش علينا. عايز أشكر كمان السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لأنه بيتابع باستمرار كافة المجالات سواء رياضية أو إنشائية بالنسبة للأندية. هنا بقى عايز أقول للدكتور أشرف حاجة مهمة، إن شاء الله حمام السباحة اللي احنا عايزينه بإذن الله في القاهرة الجديدة أو الأهلي، مقر الأهلي في القاهرة الجديدة، إن شاء الله اللي هيبنيه واللي هيساهم فيه وزارة الشباب والرياضة. احنا طبعا هي مش تدبيسة يا دكتور أشرف، هي مش تدبيسة هي والله لكن فعلا احنا المصروفات بقى كتير جدا، واحنا محتاجين ان احنا نتواكب مع بعض. احنا مقدرين جدا الحقيقة الأعباء الكتير على وزارة الرياضة، لأننا واثقين ان وزارة الرياضة هي كمان مقدرة
النادي الاهلي ومقدرة رسالة النادي الاهلي الوطنية ودوره كبير في دعم المنتخبات الوطنية. عايز اشكر شكر خاص جدا لقيادات القوات المسلحة ورجال الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية اللي نفذوا المشروع ده. مشروع الناس كلها المفروض تبقى سعيدة بيه وتفخر بيه. الحقيقة بذلوا معانا الحقيقة مجهود كبير جدا وتعبوا معانا جدا، ومش عايز برضو يعني أنكر إن احنا آخر شهر ده الناس بيشتغلوا لغاية الساعة 4 الصبح صباحا يعني، وبعدين يخش طقم تاني يخش يشتغل مكانهم، ما وقفوش يعني، بيشتغلوا 24 ساعة عشان نوصل اللي احنا فيه النهاردة واللي احنا الاحتفال اللي احنا فيه النهاردة. كمان عايز اذكر كل مجالس ادارات النادي الاهلي السابقة، لان كل مجلس بيجي في النادي الاهلي بيكمل مسيرة المجلس اللي قبله، وزي ما قلت قبل كده هي دي السلسلة الذهبية للنادي الاهلي اللي بتميز النادي الاهلي، ان جيل بيسلم جيل. عايز ما انساش كمان كل رموزنا رحمة الله عليهم اللي سبقونا في خدمة النادي ورفعت من شأن النادي، واللي وضعوا الأسس والقواعد، وبدأنا بعدها ان احنا نبني طوبة تانية، نبني مقر تاني، نحقق بطولة ورا بطولة، وجيل زي ما قلت نسلم جيل علشان يفضل النادي الاهلي باذن واحد احد هو اعظم نادي في الكون. عايز كمان ما انساش ابدا السند الحقيقي، جماهير واعضاء النادي الاهلي هم الظهر وهم السند اللي بيدونا الثقة ودايما بيدفعونا لقدام. عايز اشكر كل زمايلي اعضاء مجلس الادارة على جهودهم وتعاونهم لمصلحة النادي الاهلي وتعلية مصلحة النادي قبل مصلحة اي شخص وقبل اسم اي شخص. الاهلي قبل كل الناس، لان الاهلي هو صاحب الفضل على كل الناس اللي اتواجدت في النادي الاهلي. وكمان الادارة التنفيذية وكل اللي عاملين في النادي، جميع الادارات التنفيذية او الادارة التنفيذية بجميع الادارات الاخرى اللي موجودة، الحقيقة اشتغلوا حاجة بتخليني فعلا ابقى عاجز عن اشكرهم كلهم يعني. قبل كده بقى انا عايز اشكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديمها يا رب علينا النعمة ويحفظها من الزوال يا رب. احنا بنفتح الفرع الرابع للنادي، وفي نفس الوقت بنطور منشآتنا في المقر الاخرى او الفروع الاخرى الثلاثة التانيين. الحمد لله بنحقق كمان الحمد لله رب العالمين بنحقق كمان افضل النتائج الرياضية تقريبا يعني معظمها يعني الحمد لله رب العالمين. كل ده في ظل ازمة اقتصادية الحقيقة بتمر في العالم كله وبيعاني منها العالم كله. دي نعمة كبيرة جدا، وكل الاهلاوية وانا وكل الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي لازم نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى. مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن يمكن عايز اخرج برضو التقليد يعني في الكلمة بتاعتي النهاردة، لان في ناس او من لا يشكر الناس لا يشكر الله. واحنا النهاردة لازم نقول للناس اللي تعبت معانا احنا لازم نفتكرهم، ولازم ابرز دورهم هنا قدام حضراتكم. في مجموعة تعبوا معانا، اذا كان مهندس واذا كان عامل اذا كان كل الناس اللي تعبت معانا، فهنجيب نماذج منهم انهم يكونوا معانا النهاردة، عشان انا عايز اشكرهم وعايز اكرمهم قدام حضراتكم، لانهم اشتغلوا في وقت على مدار 3 سنين وشوية، الاجواء الصعبة، الاتربة، المطر، الحر، الناس دي بتشتغل ليل مع نهار عشان يوصلوا الصرح الكبير ده اللي احنا قاعدين فيه كلنا سعداء بيه. في ناس محدش حس بيهم، عشان كده بدعوهم انهم يكونوا معانا. اتفضل.
هذه لفتة طيبة وكريمة من الكابتن محمود الخطيب لتكريم نماذج مشرفة هم البناؤون الحقيقيون في هذا الوطن. كل الشكر والتقدير على ما قدموه من جهد من أجل إظهار هذا المقر بهذه الصورة الحضارية والرائعة التي تليق بأعضاء النادي الأهلي وبأبنائه. صورة تذكارية. قبل ما اختم عايز اتكلم النهارده على العاصفه الترابيه اللي مرت على البلاد. يعني انا كان عندي ميعاد في العاصمه الاداريه، ومجرد ما نزلت لقيت الدنيا العاصفه دي طبعا شملت البلاد كلها. الحقيقه قلقت شويه، لكن انا شايف الحضور ما شاء الله، يعني مفيش مكان فاضي، يعني الحمد لله رب العالمين. بس الاهم من دوت لفتة لازم انا اشكر الناس عليها. لما جيت هنا لقيت كل العاملين، سواء العاملين اللي هم قسم الخدمات، النظافة والخدمات، المهندسين، المديرين، وكمان المدير التنفيذي كمان، يعني كلهم واقفين بيمسحوا الارض، كلهم بيمسحوا الارض، بيمسحوا الكراسي، كل الناس بتشتغل. يا جماعة هو ده النادي الاهلي. الناس دي بتشتغل كده ازاي؟ ايه الحب دوت بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا اتعلمناه جوه النادي الاهلي، سواء لاعبين، سواء مجالس اداره، سواء عاملين. النادي الاهلي بيجمعوا حاجه، الحمد لله ربنا دايما ينعم علينا يا رب ان شاء الله. في الختام طبعا انا بشكر كل الساده الحضور، وعايز اشكر كل الكوكبه اللي شرفتنا النهارده، وعايز كمان ااكد لكل محبي النادي الاهلي واعضائه وجماهيره ان فرع التجمع باذن الله مش اخر فرع. احنا بنسعى دايما ان احنا يكون عندنا فروع اخرى، ونتمنى نكون موجودين في محافظات الجمهوريه باذن الله، لان ده دور النادي الاهلي ان هو يعني يكون موجود في وسط الناس، ويعني كمان ينقل دور البلد. النادي الاهلي النهارده مش نادي رياضي، النادي الاهلي نادي وطني، نادي اجتماعي، نادي ثقافي، نادي سياسي بتصرفاته، سياسي بتصرفاته، يعرف ازاي امتى يقول الكلمة وامتى ما يقولهاش، امتى يساعد الدولة بجملة وبكلمة وبتصرف، مش ان هو يحط الدولة في مواجهة مع حد. بشكركم جدا، كل سنة وانتم طيبين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.